تعالوا بقى نشوف الفقرة الثانية، تدل على التضحية وبتدل على حسن التفكير في وقت الأزمات. حسن إدارة الأزمات ده مهم جدا. ما يكفيش إن الإنسان يكون بيحب حد عشان ينفعه. الدبة لما حبت صاحبها وشافت على أنفه ذبابة مسكت حجر وضربته بيها موتته. فده طبعا يعني ده أنتوا عارفين المثل القديم. لكن إحنا بنتكلم على إيه؟ أي أم بتحب أولادها لازم تعملهم بهدوء ولطف. طيب هم وحشين، طب بيؤذوها، في حل للتعامل، في طريقة للخروج من الأزمة. طيب هم في مأزق سواء كان في مدرستهم أو في شغلهم أو في صحتهم أو في أي حاجة. العنف ما يجيبش إلا عنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. تعالوا نشوف حسن إدارة أزمة وقعت فيها أم مع أولادها. نشوف الأول هي تعبت قد إيه في وضعهم وتربيتهم، ثم لما وقعوا في الأزمة تعالوا نشوف هي اتصرفت إزاي. وهذه الأم كانت ضفدعة، والضفدعة دي كانت في منتهى الذكاء مع رحمتها وحنيتها على أولادها. ونشوف هذا خلق الله في العناء والتعب في حل الأزمات وإدارة المشاكل. دي ضفدعة كبيرة وفوق ظهرها ضفدعة صغيرة بنتها بتحاول تساعدها في وضع الأجنة الجداد. شوفوا الأنثى الصغيرة فوق الأنثى الكبيرة، وبرجلها بتحاول تساعد أمها في إخراج الأجنة. هنا الأطفال أجنة الضفدعة بدأوا ينزلوا من البطن الأم ويقعوا في النهر. أنا عايزكم بقى تدققوا النظر. أدي الأب منتظر علشان يعمل إيه؟ شوفوا ظهر الأب مثقوب إزاي، في إخرام وثقوب داخل ظهر الأب. عشان إيه؟ علشان يحتوي هؤلاء الأطفال ويبقى هو وعاء بالنسبة لهم. شوفوا حفظهم داخل ظهره. منظر عجيب سبحان الله العظيم. شوفوا ازاي. انا بصراحة ما كنتش متخيل هذا الكم الهائل من التضحية والفداء عند هذه المخلوقات. وبالمناسبة سبحان الله العظيم قتل الضفادع نهى عنه رسول الله وقال لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها تسبيح. الأم هتجمعهم كلهم في مكان بعيد عن النهر قليلا في بركة صغيرة علشان ما يتوهوش داخل النهر، لكن هيتعرضوا لمشكلة. ايه هي المشكلة؟ هشوفهم هم دلوقتي في بركة خارج النهر بقليل متصل بيه بحاجة بسيطة. المشكلة ان الفيلة هتيجي تشرب المية اللي في البركة دي، فهينقصوا منسوب الماء عند هذه الضفدعة وأولادها. شوفوا ازاي وبشجاعة، هي ما بتجريش. شوفوا ازاي. هتروح هي النهر لعلها تحاول انها تنقذ اولادها. الشمس كمان جت زودت الطين بله والزمانة عله. جت نشفت بقية المية. شوفوا المية نشفت ازاي، وفصلت البركة الصغيرة اللي كانت متصلة بالنهر، فصلتها عن النهر وخلت فيها بيسة بين النهر وبين البركة الصغيرة اللي فيها الضفادع الصغيرة دي اهي. وادي المنظر، والأم واقفة ازدادت عليها الآلام والأحزان وبتقول أولادي. سبحان الله العظيم. شوف الضفدع هتعمل ايه يا ترى؟ هتحفر حفرة، هتعمل نفق، هتكون قناة بين النهر وما بين أولادها علشان تنقذهم. شوفوا ازاي بتبص لهم وبإيديها وبرجليها وبتحاول بصبر وتتأثر بالطين، والأم عمالة بتحاول لحد شوفوا بفمها. أم عظيمة الحقيقة. جعلت النفق يصل إلى أولادها، ودلوقتي الأولاد بينطلقوا إلى الماء، وبتقف زي الملكة متوجة
بأفضل تاج على وجه الأرض. سبحان الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أمك ثم أمك ثم أمك، لا تعقن والديك وإن أخرجاك من مالك وأهلك. لو الأم خرجتك من فلوسك ومن مالك ومن أولادك ما تعقهاش، ما تعقهاش. أمك ثم أمك ثم أمك. ما ينفعش الواحد يعق أمه أبدا. ولا كما قال الحكيم لا تجد عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا، جبارا شقيا، لقول يحيى عليه السلام وبارا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا. يبقى المسألة في بر الوالدين في يعني في قمة العلاقات بعد ربنا سبحانه وتعالى.